السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وفيديو جديد. صلوا بينا على النبي وانزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ومتنسوش اللايك. وبينا على موضوع النهاردة. أول امبارح أو من يومين بالظبط أعلنت إشبيلية عن التعاقد مع سيرخيو راموس. طبعا راموس بسن كبير وممكن يكون رفض او اترفض من جرة السراي او من بشكتاش او الى ذلك. راموس كان حلم السعودية كاتحاد جدة، وكان اتحاد جدة كان فيه اخبار كتير جدا بتقربه من الاهلي السعودي، بس في الاخر هو طبعا اختار اللعب في اوروبا واختار ان هو يرجع للمكان اللي اتولد فيه واتنشأ فيه، وهو اشبيلية. جدير بالذكر ان في ظل او في ايام ان اللعيبه حتى الصغيره مش الكبيره في السن وهي بتجري ورا الفلوس، في لعيبه تانية وقامات تانية شايفه ان السعوديه مش هي حل مناسب ليها، منهم راموس، وقبل راموس كان مودريتش. فاللعيبه دي ما كانتش شايفه ان السعوديه هي حل مناسب. الناس دي اصلا شبعت فلوس. تشيزني حارس يوفنتوس قال مقولة كده لما كان موضوع السعودية اتعرض عليه واتفتح معاهم موضوع السعودية، فقال لك ايه؟ قال لك ان لعيبة الكورة اصلا هم اغنياء ومعاهم ثروة كبيرة جدا، فهم مش محتاجين ان هم يروحوا السعودية، الا اذا حد راح السعودية فهو كده بيقتل طموحه. المقولة دي تماما اتطبقت او افتكرت بيها هو راموس ومودريتش. مودريتش اللي رفض عرض كبير من السعودية، وراموس هو كمان اللي رفض عروض وعروض اتعرض عليه من السعودية، لدرجة انه اتعرض عليه 20 مليون يورو في السنة المعقد لمدة سنتين وهو رفض، مع انه ماضي مع اشبيلية سنة قابلة للتجديد بمليون يورو بس في السنة. الموضوع بتاع راموس فيه وجهة نظر معايا، وهندخل ريال مدريد في الموضوع. طيب انت دلوقتي كان راموس قدامك فريق، والراجل على ما اتوقع واعتقد كان رهن اشاره منك انك ترجعه في اي وقت. موضوع راموس يختلف تماما عن موضوع رونالدو، والراتب بتاع راموس عمره ما هيوصل لراتب رونالدو. الراجل قبل بمليون يورو من اشبيليه لعقد لمده سنه. طيب انت هيجي يلعب لك ببلاش، بس كان عايز، ممكن يكون عايز او ما تخلاش كان عايز، ونأكد الموضوع ان هو ممكن نعتبرها ان هو عايز بس طرقعة صباع منك وهو يجيلك. انت دلوقتي كريال مدريد وكإدارة وكمدرب شايف ان اصلا ما عندكش حد في خط الدفاع يعتمد عليه بشكل كبير. سكة ودغري انت الدفاع بتاعك بايظ، لا ميليتاو ولا روديجير، او يعتبر روديجير برضه بنسبة 50%. ناتشو انت ما بتلعبوش كتير كل فين وفين، والابا اللي المفروض اصلا باك ليفت وبقاله سنتين بالظبط او 3 سنين بيلعب مدافع. طيب انا معاك ان انت خلاص عايز تظبط الاعمار بتاعتك وتصغر الاعمار، وراموس سنه كبير وهو مرضيش يجدد معاك اصلا في الاول وكان طالب راتب كبير جدا. انا معاك في كل كلمه زي ده، بس الضرورات تبيح المحظورات. انا خط الدفاع او لاعيبه الدفاع عندي واحد منهم وقع واتصاب وجاله رباط صليب اللي هو من التاو، وبناء عليه هيغيب لفتره كبيره. طيب انا ليه ما اجيبش راموس؟ واحد ادالك عمره كله في النادي، الراجل ما بخلش على النادي بنقطة عرق، الراجل جاب لك العاشرة اصلا هو صاحبها اللي خدناها من اتلتيكو بالجون اللي جابه في الاخر. ليه ما فكرناش، او ليه انت كإدارة ما فكرتش ان انت تتعاقد مع واحد زي راموس وتقوي دفاعك؟ هاته يا عم لعبه سنة، ولما الدنيا تتظبط معاك خلاص مشيه، قول له مش هجدد لك وخليه يعتزل في النادي. ليه دايما خلاص بقى بقينا ماسكين ايدينا وبقيناش عايزين نصرف وبقينا نستنى لعيب ونجري وراه؟ يعني ابو تريكه قال لك ما ينفعش نادي بحجم ريال مدريد هو اللي يجري ورا لاعب ايا كان هو مين. انت اكبر نادي في العالم، انت خلاص بعد ما كنت بتصرف في السنين اللي فاتت ايام ما كان ما حدش بيصرف، اما الايه اتقلبت وكل بقى يصرف ويطلع فلوس كتير، انت ما بقتش تصرف. ايا كان بقى هو قرار عشان قرار تجديد او هو بالفعل تجديد الاستاد وبياخد فلوس كتير وانت حاطط في دماغك صفقة امبابي، بس مهما كان امبابي 50% هو مش هيجيلك زي كل سنة لما بتحصل. دلوقتي او في الوقت الحالي في دول
بتدعم انديتها وبتحط لها فلوس. انت هتعرف تنافس الدول دي او الانديه اللي بتدعمها الدول في السنين الجايه لو فضلت على الحال ده؟ طبعا لا، طبعا لا، لان اسعار اللعيبه وصلت ارتفعت بشكل كبير جدا. اقل لاعب دلوقتي بقى 100 مليون. كايسيدو اللي راح من برايتون اللي لعب لي موسم حلو، تشيلسي اشتريته ب 100 وشويه، تقريبا 103 ولا 105. انزو فرنانديز اللي تشيلسي اللي لعب كام ماتش في كاس العالم كويس، تشيلسي راحت جابته بفيكا ب 100 مليون. مودريك لعب له ماتش حلو قدام ريال مدريد، تشيلسي راحت جابته من شختار ب 100 مليون. فكل عمال بيصرف حواليك وكل عمال بيوزع فلوس بحيث ان هو يقوي فرقته، وان هو الشكل الجاي في الكوره بيقول ان الفلوس هي اللي هتتحكم في الكوره بشكل كبير جدا. انت ذات نفسك بتسعى كاداره ان انت تعمل بطولات اللي هي السوبر ليج الاوروبي عشان خاطر الفلوس. يعني انت شايف ان الفلوس اهميه في الكوره، فخلاص بقى كان المفروض موضوع التطوير بتاع الاستاد ده يتاجل شويه لحد ما انا اقوي فرقتي، تمام، وابدا اخش في تطوير الاستاد. لكن ما تخلينيش يبقى الفريق بايظ، لا في باك ليفت، لا تعاقدنا مع باك ليفت اعتمدنا على فران جيرسي اللي رجع لي من الاعاره، تمام، لا في باك رايت، تمام، بتطلع لك بيطلع كارفخال الماتش اللي فات وينزل فاسجيس اللي هو اصلا مش باك رايت، تمام، مفيش حد مدافع كويس، مفيش وينج رايت، وبنرقع ماشيين بنرقع، والمدرب شغال معاك دايس على الخط معاك. زيدان لما عجبوش حاله قال لك لا انا مش هينفع الكلام ده معايا وانا عايز مشروع كويس وخطه همشي عليها. كلامك ما عجبوش وساب لك النادي ومشي. كإدارة أنا لازم أشوف احتياجاتي الأول في الفريق عشان هتجيب لي بطولات، فبالتالي البطولات هتجيب لي عقد رعاية، فبالتالي هتجيب لي فلوس. دي أول حاجة أنا أفكر فيها. لما ده كله يتوفر عندي مع لعيبة محترمة تعرف تجيب لي بطولات، يبقى مشكلة الاستاد أو تطوير الاستاد هيبقى سهل عليا. لكن أنا ما أروحش أجيب أطور استاد وأظبط الاستاد وأهيئ الاستاد وأنا أصلا فرقتي بايظة وتعبانة. الشكل اللي الفريق موجود فيه دلوقتي مش هيكمل، مش هيكمل نص نهائي اصلا او يوصل لسيمي فاينال تشامبيونز ليج. اخره مركز تاني في الدوري وفي نص الموسم هتحصل اقالات وهتحصل فضايح والفريق هيقع. ده توقعاتي في الموسم بتاع ريال مدريد السنه دي، فربنا يسترها. واتمنى ان الاداره او بيريز على وجه اصح، لان هو المتحكم الوحيد في النادي وهو اللي ليه الكلمه العليا، محدش بيقدر يعمل اي حاجه قدام بيريز، هو اللي ليه الكلمه العليا. كان موضوع راموس او كان صفقه زي راموس واللاعب عندنا فريق كان لازم يخلص، ما كانش لازم ان هو يروح اشبيليه. كان مليون يورو عادي، مليون يورو هو سنه واحده بس يا عم، مش قصه. وكان ممكن يجي يلعب لك ببلاش. الراجل ده جواو فيليكس راح برشلونه ب 400 مليون يورو الاعاره، هياخد 400 مليون يورو صافي في السنه. تخيل راموس لو قلت له تعالى انا محتاجك هيعمل ايه وهو يعتزل عندك في النادي؟ ما هي اشبيليه هي اخر مرحله ليه، خلاص معروف الراموس. يا ريت واحد زي بريز ده، انا اتمناه والله ان هو يغير فكره شويه ويظبط الفريق شويه، لان الفريق واقع 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 واقع. كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى انك تنزل تشترك في القناه، واتمنى انك تدعمني باشتراكك طبعا في القناه، وانك تفعل زر الجرس ومتنساش تضغط على اللايك عشان نشير الفيديو. وبس كده، سلام.